قبل ما نبدأ نصلي على النبي، ولو عجبك الملخص يا ريت تسيب لنا لايك وتعليق وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بيبدأ الفيلم في روسيا سنة 1942 أيام الحرب العالمية التانية، وبيكون سيرجي فوق الشجرة وأمه وأخوه عند النهر، وبتشوف أمهم طيارة ألمانية داخلة عليهم وبتحذر أولادها. فبيقول سيرجي للطيارة أنا مش خايف مني، وبيطلع النبلة بتاعته وبينشل عليها وبتنفجر. وبعدها بيصحى سيرجي من النوم بيكون كان بيحلم، وبيقوم يدور على أمه، فبتدخل جارتهم عليه، ولما بتلاقيه بيعيط بتبوسه وبتهديه، وبتكون مرعوبة من الجنود الألمان يدخلوا عليه. فبيسألها عن أمه وأخوه، فبتعرفه إنهم ماتوا والجنود الألمان هم اللي قتلوهم، وبتعرفه إنه لازم يهرب من هنا في أسرع وقت لأنك لو استنيت هنا هتموت أنت كمان، وبتحضر له هدومه علشان تهربه. وفجأة بيشوف الجنود الألمان حوالين البيت، فبتفتح الشباك بسرعة وبتهرب سيرجي منه، فبيخلصوا عليها وبيولعوا في البيت. وبيشوف سيرجي البيت بتاعهم وهو والع وبيكون حزين وبيعيط، وبيفضل ينادي على أمه، فبيخاف وبيهرب للغابة، وبيكون مش عارف هو فين. وبيوصل عند النهر وبيفضل يشرب، وبيشوف الجنود الألمان فبيجري بسرعة يستخبى تحت جدر الشجرة. وبيتفاجئ سيرجي بتعبان كبير بيقرب منه، فبيحط ايده على بقه علشان ما يعملش صوت لان الجنود الالمان لو سمعوه هيخلصوا عليه. وبيطلع سيرجي بعد الجنود ما مشي، وبياخد الاكل اللي فاضل منهم علشان بيكون جعان. وبعدها بيمشي في الغابه وبيقع من شده الجوع والعطش، فبياكل نباتات من اللي في الارض. وفجاه بتنزل قنبله قريبه منه، فبيتدارى بسرعه ورا الشجر. وبعدها بيمشي في الغابه وبيحس بهلاوس، وبيكون فاكر ان حد ماشي وراه، فبيقول له انا مش خايف منك لان معايا السلاح بتاعي. فبتبدا السما تمطر عليه، فبيحاول يشرب من ميه المطر علشان بيكون عطشان جدا. وبعدها بينام تحت الشجره لانه بيكون ميت من التعب. فبيشوفوه عساكر روس وبياخدوه معاهم للمعسكر، وبيوروا سيرجي للقائد بتاعهم. واول ما بيشوفه بيلاقيه مرعوب، فبيطمنوا القائد وبيقول له ما تخافش انت هنا في امان. فبيسلم عليه وبيجيبوا له اكل وميه، وبيكون الجنود كلها فرحانين بسيرجي، وبيعملوا صفاره وبيدوها لسيرجي، وبيقولوا له ان هي هتخوف الجنود الالمان منك. وبعدها بيودوا سيرجي للمستشفى علشان يطمنوا عليه، وبتكون الممرضه اللي بتعالجه اسمها كاتيا، وبيطلب سيرجي منها انها ترسم له دبابه على بطنه علشان نفسي اكون قائد لما اكبر. فبتضحك كاتيا وبتحبه وبترسم له الدبابه، وبنشوف الجنود المصابين وهما بيتكلموا معاه وبيحبوه. وبيوصل القائد علشان يزور سيرجي في المستشفى، وبيقول له نفسي اكون عسكري واحارب الجنود الالمان، وبيطلب سيرجي منه انه يشوف المسدس بتاعه. وفعلا بيطلعه القائد وبيديهوله، وبيكون سيرجي فرحان جدا، وبيوري له سيرجي رسمه الدبابه اللي على بطنه، فبيرسم له سيرجي على دراعه. ونشوف الجنود هم قاعدين معاه وبيدوا له المنظار يلعب بيه، وبيكونوا فرحانين بيه ومش عايزين يسيبوه ويمشي. وبيدخل العسكري اللي كان عامل الصفاره لسيرجي وبيتحايل على القائد علشان يخليهم معاهم في المعسكر. والجنود كلها حبت سيرجي وتعلقوا بيه لانه بيخفف عليهم التعب في وقت الحرب. فبيقول له القائد لازم يروح الملجأ علشان لسه صغير وما ينفعش يفضل في المعسكر خوفا عليه. وتاني يوم بيهجموا الجنود الالمان على المعسكر وبيتصاب عدد كبير منهم. وبعدها بتيجي العربيه اللي هتودي سيرجي الملجأ، فبيودعوا القائد وهو حزين، وبيديله مسدس خشب كان عاملهوله. فبيحضنوا سيرجي وهو منهار من العياط، وبيقول للقائد خلي بالك على نفسك ومش عايزك تموت زي عيلتي اللي ماتت. فبيتأثر من كلام سيرجي وبيطلب القائد منه انه يكون ابوه، فبيوافق سيرجي وهو فرحان جدا. فبيقطع ورقة الملجأ وبيتبناه وبيحضنه، وبيفرحوا الجنود ان سيرجي هيفضل معاهم. وبيشوف جندي من المعسكر بيكون تارك، وبيفصل لسيرجي بدلة على مقاسه، وبيحاولوا يظبطوا له جزمة على قد رجله. وبعدها القائد بيروح يصحي سيرجي علشان يخرجوا، فبيقول له مش هينفع اخرج وانا لابس كده. فبيفاجئوا القائد بالبدلة الجديدة، وسيرجي بيكون فرحان جدا بيها. وبيشوف القائد وهو متعور في وشه، وبيقول له من ايه ده؟ فبيقول له القائد اتعورت وانا بحلق دقني وعايزك تلبس البدله قبل عود الكبريت ما يخلص. فبيخلص القائد علبه كبريت بحالها وهو لسه ما خلص، ولما بيلبسها بيطلع بره وبيلف حوالين الجنود وهو طاير من السعاده. وفجاه بترمي الطيارات الالمانيه قنابل على المعسكر، فبيحمي القائد سيرجي بسرعه وبياخده وبيخبيه في الخندق. وبيطلع سيرجي بعد الطيارات ما مشت، وبيلاقي عدد كبير من الجنود مصابين، وبيحاول يساعدهم وبيعمل لهم اي حاجه. وبيروح لهم المستشفى وبيدوا لهم ميه يشربوها، وبيطلب منه جندي انه يقرا له الجواب بتاعه، لكن سيرجي مش بيعرف يقرا. وبيقول له البقره بتاعتك كويسه واهلك كلك بخير. فبيقول له انا ما عنديش بقره اصلا. فبيضحكوا كل المصابين عليه، وفضل سيرجي يغني لهم علشان يخفف عليه. وبعدها بنشوف سيرجي وهو نايم على رجل كاتيا، وبيجي القائد يتكلم معاه وبيكون بينهم استلطاف. فبيصحى سيرجي وبيحضن القائد، كان لسه هيعترف لها بحبه، فبتستاذن منه وبتروح لشغلها في المستشفى. وبعدها بياخد سيرجي وبيتمشى وبيتكلم معاه وبيقول له لازم يكون ليا مهمه اقوم بيها في المعسكر. وبيوصلوا لمكان قديم ومتدمر، وبيقول القائد لسيرجي لازم نقلع القبعه احتراما للجنود اللي ماتوا في المكان ده. وبعدها بنشوف سيرجي ماسك خشبه وبيبص في المرايه، ويشوفوا الجنود وبيسالوه على اللي بيعمله، فبيقول لهم بحلق دقني. وبيدخل للقائد فبيشوف لزقه على وشه، فبيسال سيرجي وبيقول له ايه ده؟ فبيرد عليه وبيقول له اتعورت وانا بحلق دقني. فبيضحك القائد وبيبص على الجنود وبيلاقيهم فطسانين من الضحك. وبيعرف القائد المهمه اللي هيقوم بيها سيرجي، وهي انه يوصل الجوابات للعساكر، ويروح
الجندي اللي بيجيب لهم الجوابات وبيعرفوا على نفسه، فبيقول لسيرجي دي بقت مهمتك، وبيسلموا الجوابات وبياخدها سيرجي وهو سعيد وفرحان. واول ما وصل للعساكر فرحوا بيه وقعدوا يغنوا له ويرقصوا له، فبيطلب العسكري من سيرجي انه يرقص معاهم وفعلا بيرقص. وتاني يوم بيروح سيرجي يلعب بالمنظار بعيد عن المعسكر، وبيتفاجئ برجلين جندي مستخبيه في القش، وبيروح بسرعه يبلغهم في المعسكر، فبيروحوا معاه للمكان علشان يتاكدوا من اللي شافه. وفعلا بيطلع كلام سيرجي صح وبيقبضوا على الجنود الالمان وبياخدوهم يودوهم على المعسكر. وبعدها بنشوف سيرجي وهو داخل على القائد وبيديله التحيه وبيعرفه انه خلص شغل، وبيفاجئ سيرجي باوراق التبني بتاعته وبيقول له القائد بقيت مكتوب على اسمي، فبيفرح سيرجي وبيحضنه. وبعدها بيحصل هجوم قوي على المعسكر، فبينقطع الاتصال بيهم من التفجير، وبيروح سيرجي يمشي ورا السلم علشان يعرف مكان العطل، وبيفضل يزحف على بطنه لغايه لما بيوصل لمكان العطل، وبيلاقي العسكري ماسك السلك وبيكون مصاب ومش قادر يتحرك، فبيحاول سيرجي يسمعه علشان يعرف يصلح العطل، وفعلا بينجح وبيصلحه وبيرجع الاتصال تاني. فبيكلموا القياده وبيقولوا لهم محتاجين دعم بسرعه. وبعدها بنشوف القائد وهو بيتكلم مع كاتيا، واخيرا بيعترف لها بحبه ليها، ولسه هتقول له هي كمان انها بتحبه، وبيدخل عليهم جندي، فبيقطع كلامه وبيقول للقائد انهم عايزينك في المعسكر لامر مهم، فبيستاذن من كاتيا وبيروح على المعسكر، وبتجيلهم اوامر انهم يمشوا من المكان اللي هم فيه، وهم في الطريق بيدوسوا العربيه على لغم وبينفجر، وعدد كبير منهم بينصاب. وبنشوف سيرجي وهو بيبص على القائد بس بتكون اصابته خفيفه، فبيحضن ابنه وبيكملوا طريقهم للمكان الجديد، وبيوصلوا للمعسكر، وبيدخل سيرجي على الجنرال وبيقدم له التحيه وبيعرفه على نفسه، وبيكون القائد مش مصدق ان سيرجي جندي في المعسكر، وبيكلفوا القائد بمهمه يقوم بيها، فبيجمع العساكر وبيعدهم، لكن سيرجي مش بيعرف يكتب، وبينادى على الجندي وبيطلب منه انه يكتب له العدد في ورقه، فبيوافق وبياخد الورقه يديها للجنرال، وبيطلب سيرجي طلب من الجنرال وهو انه يوافق على اجازه للقائد علشان يتجوز كاتيا، فبيتحرج القائد من كلامه بس بيوافق الجنرال على طلبه. وبعدها بيكرم الجنرال سيرجي وبيحط له الوسامه على صدره، وبيمشي فخور بنفسه قدام العساكر، وبيكونوا كلك فرحانين ومبسوطين بيه. وبعدها بيحصل هجوم على المعسكر وبيضربوهم الالمان بالقنابل وبتوع الاشجار على القائد، وبيحاول سيرجي انه يساعده لكنه مش قادر، فبيجري بسرعه بيروح يبلغ العساكر علشان ينقذوه، وفعلا بيطلعوا القائد وبينقذوه قبل ما يموت، وبيودوه المستشفى. بيكون سيرجي حزين جدا على باباه، فبتطمنه كاتيا وبتقول له ان القائد بخير، فبيدخل له سيرجي يطمن عليه وهو منهار من العياط. وبعدها بيطلع القائد من المستشفى بسلام وبيروح له معسكر تاني، بس المره دي بيكون القائد معاه سيرجي ومراته كاتيا. ودي بتكون نهايه فيلمنا، يا رب يعجبكم ملخصنا.